النسخة 21 من المونديال وفات اليوم بالمباراة رقم 900 في تاريخ كأس العالم ونهائي كرواتيا فرنسا بالعاصمة موسكو. نسخة دخلت التاريخ من حيث الأرقام وخاصة التنظيم اللي اعتبروه كل المتابعين الأحسن في تاريخ المونديال والأجمل، خاصة أنه تميز باللعب النظيف، وفي 64 مباراة تلعبوا ما فما كان 4 ورقات حمراء، الأولى للاعب منتخب كولومبيا كارلوس سانشيز والوحيدة في الجولة الأولى، والثانية في الجولة الثانية للاعب منتخب ألمانيا بواتينغ ضد السويد، والثالثة في الجولة الثالثة للاعب منتخب روسيا إيغور سمولتيكوف ضد اليوروغواي، الرابعة كانت في الدور 16 للاعب منتخب سويسرا ميشيل لونغ ضد السويد. كذلك لأول مرة يتم إشهار أسرع ورقة صفراء في تاريخ المونديال للاعب منتخب المكسيك خيسوس بعد 15 ثانية. نسخة روسيا احتلت المركز الثاني من حيث تكاليف واللي بلغت 11.8 مليار دولار، كما احتلت نفس المركز في النهائي من حيث الأهداف ب6 أهداف بعد نهائي مونديال 58 واللي تسجلوا فيه 7 أهداف كاملة بين البرازيل والسويد. 167 هدف تسجلوا في المونديال هذا، 122 في الدور الأول، منهم 19 هدف كانوا حاسمين بعد ال90. 24 هدف في الدور الثاني، 9 أهداف في الدور الربع النهائي، 4 في النصف النهائي، 2 في اللقاء الترتيبي و6 في النهائي. مونديال روسيا أقوى مونديال على مستوى الحضور الجماهيري، ولأول مرة في النهائي يكون فيه عدد الجماهير قياسي ب 78 ألف متفرج. تقنية الفار اللي تم استعمالها لأول مرة وكانت حاسمة في النهائي للمنتخب الفرنسي بالحصول على ركلة الجزاء رقم 29 واللي هو الرقم القياسي اللي يصبح ملك المونديال الروسي. كذلك النهائي عرف ولأول مرة في التاريخ تسجيل اللاعب مانزوكيتش لهدف في مرماه، ولأول مرة يتم الالتجاء للبطاقات الصفراء لتحديد المتأهل بين اليابان والسنغال. مونديال روسيا المونديال الوحيد منذ اعتماد 32 منتخب في 86 تكون فيه نتيجة 0-0 في مباراة واحدة بين فرنسا والدنمارك، وعرف زادة ولأول مرة مشاركة 4 منتخبات عربية. كذلك للمرة الثالثة غياب منتخبات القارة الأمريكية على دور النصف النهائي وتواصل سيطرة القارة الأوروبية بالحضور في الأدوار النهائية. أرقام إحصائية جديدة يكتبها المونديال الروسي خاصة على مستوى النهائي بوصول المنتخب الكرواتي مع خروج ألمانيا من الدور الأول، وكان مونديال المفاجآت في نتائج أغلبية المقابلات.